إن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا. صوت محركات جبارة وسفن حربية عملاقة بتشق البحر بسرعة رهيبة. الموقف كله بيحسسك إنك في قلب معركة بحرية، لكن اللي قدامك مش مجرد استعراض، دي القوة البحرية المصرية اللي الكل بيراقبها. السؤال هنا، هل البحرية المصرية فعلا الأقوى في المنطقة؟ وهل عندها القدرة تسيطر على البحار وتفرض كلمتها في أي معركة؟ وليه العالم كله مركز معاها؟ إحنا هنا علشان نكشف أسرار القوة البحرية المصرية ونعرف ليه كل الدول بتراقبها عن قرب. ركز معانا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعامل مع ناس كبار. أول مناورة تعتبر مناورة أسلحة مشتركة يشترك فيها جميع عناصر القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، ويكون مركز قيادة المناورة على ظهر حاملة المروحيات جمال عبد الناصر. دي طبعا بتعكس قدرات قتالية عالية جدا. من زمان القوى البحرية كانت دايماً عامل حاسم في أي مواجهة عسكرية. لو عندك بحرية قوية تقدر تحمي سواحل بلدك، تتحكم في طرق التجارة، وتكون قوة ردع لأي تهديد. ومصر بتاريخها البحري العريق فهمت المعادلة دي بدري جداً، وبدأت تبني أسطول بحري هو الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا. تعالوا نرجع بالزمن ونعرف إزاي بدأت قوة مصر البحرية وإزاي وصلت لمكانتها الحالية. البحرية المصرية مش جديدة، ده تاريخ طويل بدأ من عهد الفراعنة لما كانوا بيستخدموا السفن الحربية لحماية نهر النيل والسواحل المصرية. لكن التطور الحقيقي بدأ في القرن العشرين، خاصة بعد العدوان الثلاثي 1956 لما مصر أدركت إنها محتاجة بحرية قوية تحمي سواحلها من أي تهديد. في السبعينات وبعد حرب أكتوبر 1973 مصر بدأت خطة شاملة لتحديث أسطولها البحري. وقتها اعتمدت بشكل أساسي على السلاح السوفيتي، لكن مع مرور الوقت بدأت تنوع مصادر السلاح، وده كان قرار استراتيجي بيديها مرونة في التعامل مع أي تهديد. النهاردة البحرية المصرية بقت واحدة من أقوى القوات البحرية في العالم، وبتحتل المركز السادس عالمياً من حيث عدد القطع البحرية، وده بيخليها القوة الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط. السؤال هنا، إيه اللي مخلي البحرية المصرية تخوف أي حد يقرب من مياهها؟ أسطول الرعب. إيه القطع اللي عندنا؟ القوة البحرية مش مجرد سفن كتير وخلاص، لازم يكون عندك تشكيل متكامل من القطع الحربية اللي تقدر تنفذ أي مهمة، سواء كانت حماية سواحل، ضرب أهداف بعيدة، أو تنفيذ عمليات إنزال بحري. تعالوا نشوف إيه عندنا في الأسطول المصري. حاملات الطائرات الهليكوبتر المسترال. مصر بتمتلك حاملتين طائرات من طراز مسترال، وهم جمال عبد الناصر وأنور السادات. ودي ميزة بتخليها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط اللي عندها القدرة على تنفيذ عمليات إنزال بحري متكاملة. الحاملة الواحدة بتقدر تشيل 16 مروحية هجومية زي KA-52K الروسية، والمتخصصة في ضرب الأهداف البحرية، وده بيدي مصر قدرة جوية بحرية غير مسبوقة. كمان الحاملة بتستوعب 50 عربة مدرعة و700 جندي مقاتل، وده بيخليها مثالية لأي عملية هجومية أو دعم سريع للقوات البرية على السواحل المعادية. البحرية المصرية كمان بتمتلك غواصات. مصر عندها 4 غواصات ألمانية طراز تايب 1400 و209، وهي غواصات ديزل كهربائية بتتميز بالقدرة على التخفي، وبتقدر تنفذ عمليات هجومية من تحت المية. وكمان الغواصات المصرية مسلحة بصواريخ هاربون UGM-84 القادرة على ضرب السفن من مدى يصل ل 250 كيلومتر، وده بيدي مصر قدرة هجومية مرعبة تحت سطح البحر.
من المتوقع إن مصر تتوسع أكتر في قدرتها تحت المياه من خلال صفقات جديدة مع ألمانيا أو كوريا الجنوبية. الفرقاطات المصرية هي العمود الفقري للبحرية المصرية. البحرية المصرية بتمتلك 7 فرقاطات حديثة من طرازات مختلفة، أهمها فرقاطة فريم الفرنسية، ودي من أقوى الفرقاطات في العالم، ومسلحة بصواريخ أستر 15 للدفاع الجوي وMM40 لضرب السفن المعادية، و4 فرقاطات جويند 2500 فرنسية الصنع، تم تصنيع واحدة منها بالكامل في مصر داخل ترسانة اسكندرية، ودي نقطة تحول ضخمة للصناعات البحرية المصرية. فرقاطات ميكو M200 الألمانية، ودي فرقاطات شبحية متطورة مزودة بأحدث أنظمة الرادار والأسلحة المضادة للغواصات. مصر بتمتلك لانشات صواريخ هجومية من طراز أمباسادور MK3، وهي سريعة جدا وقادرة على تنفيذ ضربات دقيقة والهروب بسرعة قبل الرد عليها. اللانشات دي مسلحة بصواريخ هاربون بلوك 2 اللي مداها 280 كيلو متر، وبتقدر تضرب أي أهداف بحرية بدقة متناهية. اللانشات السريعة بتلعب دور مهم جدا في حماية السواحل وتنفيذ عمليات اعتراض السفن المعادية أو تعطيل خطوط الإمداد البحرية. سفن الإنزال والإمداد اللوجستي، مصر عندها كاسحات ألغام حديثة مهمتها تأمين الممرات البحرية من الألغام اللي ممكن تعيق حركة السفن. مصر بتمتلك سفن إنزال برمائية متعددة المهام قادرة على حمل الدبابات والمركبات المدرعة لدعم العمليات البرية على الشواطئ المعادية. أنظمة الدفاع الساحلي الصاروخية، مصر عندها منظومات دفاع ساحلي زي صواريخ باستيون بي الروسية اللي مداها بيوصل ل 600 كيلو متر، وبتقدر تغطي مناطق واسعة من البحر الأحمر والمتوسط، وده بيخلي أي سفينة معادية في خطر لو حاولت الاقتراب. كمان عندنا منظومات إكزوست SM39 اللي بتوفر حماية إضافية ضد السفن المعادية وبتعزز من قدرة مصر على فرض السيطرة البحرية. إجمالاً البحرية المصرية بتعتبر قوة لا يستهان بيها، مش بس بسبب العدد لكن بسبب التحديث المستمر والقدرة على تنفيذ عمليات هجومية معقدة، وبتخلي أي تهديد بحري ضد مصر مخاطرة كبيرة جداً لأي قوة معادية. السيطرة على البحر الأحمر، هل مصر قادرة؟ دلوقتي البحرية المصرية مش بس عندها العدد، لكن عندها كمان التكنولوجيا والتدريب اللي بيخليها من أكتر القوات البحرية كفاءة في المنطقة. القوات دي مش بس بتحمي المياه الإقليمية المصرية، لكنها كمان بتشارك في تأمين قناة السويس وبتنفذ عمليات لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر والمتوسط. في التدريبات الدولية البحرية المصرية بتشارك مصر مع أقوى القوات البحرية في العالم زي أمريكا وفرنسا وروسيا والهند، وده بيعزز من كفاءة الضباط والجنود المصريين وبيخليهم على دراية بأحدث تكتيكات القتال البحري. إيه نقط الضعف؟ وهل عندنا حلول؟ رغم القوة الكبيرة للبحرية المصرية، في بعض التحديات اللي لازم نشتغل عليها، زي نقص الطائرات البحرية المقاتلة واللي بتقدر توفر غطاء جوي للسفن في العمليات القتالية بعيدة المدى. الحل هنا ممكن يكون في الحصول على حاملات طائرات أو تطوير التعاون مع سلاح الجو المصري لتوفير دعم جوي فعال. كمان لازم يكون عندنا غواصات أكتر علشان نقدر نحافظ على تفوقنا في البحر الأحمر والمتوسط، وده ممكن يتحقق من خلال صفقات جديدة مع ألمانيا أو كوريا الجنوبية. المستقبل، إيه اللي جاي؟ مصر مش بس واقفة على اللي عندها، لكن بتخطط لزيادة قوتها البحرية بشكل كبير. في خطط حالية لإشراء غواصات جديدة وفرقاطات متطورة وحتى مدمرة حديثة، وده معناه إن البحرية المصرية مش بس بتحافظ على قوتها، لكنها بتسعى للتفوق الكامل. كمان في كلام عن تصنيع بعض القطع البحرية داخل مصر زي لانشات الصواريخ والفرقاطات الخفيفة، وده هيخلي مصر من الدول القادرة على إنتاج سفنها بنفسها. هل البحرية المصرية قادرة على الهيمنة البحرية؟ البحرية المصرية دلوقتي مش مجرد قوة دفاعية، لكنها قوة هجومية قادرة على تنفيذ عمليات بحرية ضخمة في أي وقت. التنوع في التسليح والتدريب المستمر والتطور التكنولوجي، كل ده بيأكد إن البحرية المصرية مش بس الأقوى في المنطقة، لكنها كمان واحدة من أقوى القوات البحرية في العالم. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، لو حصلت مواجهة بحرية بين مصر وأي قوة معادية، هل تعتقد إن البحرية المصرية هتقدر تحسمها؟ وهل تتوقع إن مصر هتدخل في تصنيع السفن الحربية بالكامل في المستقبل القريب؟ شاركنا رأيك في التعليقات، واستنى الفيديو الجاي عن أقوى الأسرار العسكرية المصرية. بس كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي، شكراً إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي، سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين.
فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار.